قصة رعب حقيقية حدثت مع أحد المتابعين اللي بيتابعونا، ولكن قبل ما نبدأ القصة يا ريت تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ويلا بينا عشان نسمع القصة. صاحب قصتنا النهاردة اسمه كريم وعنده 22 سنة ووالده لسه متوفي قريب، وملوش في الدنيا كلها غير أمه وأخته الصغيرة. وبعد وفاة والده اضطر اللي هو يدور على شغل عشان يقدر يصرف على البيت وكمان يساعد في مصاريف جامعته اللي فاضل فيها آخر سنة ويخلصها. ودور على شغل كتير ولكن للأسف كان حظه وحش، ما كانش فيه شغل لقاه. كان في يوم من الأيام كان قاعد على القهوة تحت وسمع واحد جارهم بيتكلم على موضوع شغل، بيقول لك جارنا ده اسمه عم محمد وشغال في المشرحة اللي في المستشفى العام. فكريم أخد الكرسي وراح قعد جنب عم محمد، فقعد يسأله عن تفاصيل الشغل والمرتب وساعات وردية العمل قد إيه. بيقول لك كريم كان عم محمد بيرد عليه بكل ذوق وبمنتهى الأدب والاحترام. لما كريم قال له أنا محتاج الشغل دون، عم محمد قال له يا ابني أنت مش هتستحمل الشغل دون لأنه شغل كبير وتقيل عليك، لأن ده شغل في المشرحة. قال له سيبها على الله يا عم محمد، لأن أنا فعلا محتاج الشغل دون ضروري جدا بعد وفاة والدي، مش لاقي أصرف على والدتي وأختي الصغيرة. وبعد إلحاح مني على عم محمد بالفعل وافق يوظفني، واشتغلت في المشرحة إن أنا أغسل المشرحة وأنضفها من الدم اللي فيها. في بداية شغلي كانت ورديتي بالنهار، بس أنا كنت محتاج وردية بالليل عشان خاطر دراستي في الجامعة الصبح، بس قلت إني أتقبل الأول وبعد كده الدنيا هتتيسر بعدين. الحمد لله بعد فترة اتحولت لوردية بالليل في المشرحة. بيقولك لما كان شغال وردية النهار في المشرحة ما كانتش مخيفة وكانت ناس بتعدي رايحة جاية، لكن الوردية بتاعت بالليل المشرحة مكان مقبض ومخيف ومرعب ليه جدا. للأسف إن مفيش حركة الناس رايحة وجاية زي الصبح، لأن بالليل بتبقى الدنيا هادية. بس أنا كل اللي هممني إن أنا كنت أقدر أوفق بين شغلي وجامعتي. وفي يوم جاتنا إخبارية إن في جثة جاية في الطريق، ودي كانت أول جثة أحضرها في الوردية بتاعت بالليل. والدكتور طلب مني أنا وزمايلي إننا نستعد. كان زميلي فرد الأمن واقف بره مستني الجثة، وأنا دخلت جوه المشرحة أنظف المكان للدكتور. أنا كنت بنظف المكان اندمجت، ففجأة النور قطع واشتغل تاني بسرعة، وأنا بلف لقيت قدامي راجل عجوز ووشه شاحب نهائيا، وكان الراجل في 70 من عمره وجسمه كله محروق. أنا اتخضيت ورجعت خطوتين لورا وافتكرته حد تايه من المشرحة. فكرت ان هو حد جاي يكشف بدل ما يخش المستشفى، دخل على المشرحة بالغلط. وسألته قلت له انت مين وايه اللي جابك هنا يا حاج؟ لكن الراجل ما ردش عليا، واول ما فتح بقه خرج منها ريحة حريق. الحريق سبب لي خنقة، وفي مسافة ما كحيت لقيت الراجل ده اختفى من قدامي نهائيا. انا في البداية اتخضيت واترعبت، لكن صوت عربية الاسعاف فوقتني، كمان صوت الدكتور لما كان بيقول يلا دخلوا الجثة بسرعة عشان نشتغل ونخلص بدري. ساعدت زميلي ودخلنا الجثة بالترولي لأوضة الدكتور في المشرحة. والدكتور قال لي انت هتساعد في التشريح النهاردة. انا وشي اصفر وكنت خايف ومرعوب جدا، لان دي اول مرة احضر فيها تشريح، لان انا شغلي ان انظف المكان وامسح الدم مكان الدكتور. لكن وشي اصفر والدم اتسحب منه لما الدكتور فتح الكيس وشفت الجثة. كانت الجثة جثة الراجل العجوز اللي انا شفته، اللي كان محروق من قبل دقايق، ولكن من خضتي اغمى عليا. الدكتور فوقني بالعافية وقال لي ما تخافش، انا اللي هشرح، انت خايف من ايه؟ انت بس يا دوب هتناولني الادوات اللي انا هطلبها منك فقط لا غير. قلت اكلم الدكتور واقول له اللي انا لسه شايف الراجل ده من لحظات، لكن لساني مربوط مش قادر اتكلم ولا حتى قادر اتحرك من مكاني. دكتور لما شاف حالتي كده قال لي لا خلاص كفاية عليك كده انت النهاردة، فروح انده زميلك اللي بره وهو يجي ياخد مكانك، ان احنا كده هنتأخر ولسه ما بدأناش الشغل. ولكن قبل ما استوعب كلام الدكتور النور قطع مرة واحدة، والدكتور طلب مني اني انزل اشغل المولد اللي في البدروم، وبالمرة انده على زميلي عشان يساعده مكاني. شغلت نور الموبايل وانا نازل للبدروم، ولكن رجلي بتخبط في بعض وبقدم رجل وبأخر رجل من الخوف. وفجأة نور الموبايل فصل ومرة واحدة اشتغل تاني، وفي لحظة
الاقي الراجل قدامي في البدروم. شفت الراجل لساني اتعقد، ما قدرتش اصرخ ولا حتى قادر اتحرك من مكاني، ولكن الراجل اختفى. فجريت بسرعة رحت للدكتور. لما وصلت للدكتور النور اشتغل لوحده اوتوماتيك. ندهت لزميلي وكملت باقي الليلة بره المشرحة وانا قاعد في رعب شديد. وتاني يوم اخدني الفضول ان انا اعرف مين الراجل دون، وبالفعل عرفت اسمه وعنوانه، وكان اسمه شهواني، وكان اسم غريب جدا. ورحت المنطقة وسألت الناس، وكل ما اسأل حد كان بيستعيذ بالله من الشيطان من الراجل دون. حد ما سألت واتقصت، وكان الراجل ده والعياذ بالله كان بيعمل أسحار وبيأذي ناس بيها. وفي يوم كان مشغل بخور، ولكن موقد البخور وقع عليه وولع ومات. وبصراحة يستاهل الموتة دي لأنه كان دجال وبيأذي الناس بسحره. روحت البيت وحكيت لأمي كل اللي حصل، والله يبارك لها صدقتني على طول. وأمي قعدت ترقيني، ولكن فترة أخدت فترات أقوم مفزوع من النوم على شكل الراجل دون على طول. لكن أمي لما شافتني في الحالة دي أصرت إن أنا أروح لشيخ الجامع، وقعد يرقيني لفترة طويلة. واستمريت على الرؤية دي لحد ما خلاص بطلت أشوف الراجل دون في أحلامي وفي كوابيسي. والشيخ قال لي حافظ على الأذكار الصباح والمساء. وبكده تكون دي حكاية كريم اللي حصلت معاه من أحد المتابعين. انزل اكتب لي لو حصلت معاك قصة مشابهة أو أي قصة رعب زي كده وأنا هحكيها لك المرة الجاية. وتحياتي ليكم حكايات محمد.